سيد عبد الحفيظ مضى في الزمالك. سيد عبد سيد عبد الحفيظ اللي هو تاريخ الاهلي كله في دماغه، مضى في الزمالك مع اداره الزمالك، وكان ممدوح عباس من ضمن الناس اللي بتمول الصفقه، بتمولها. كان ساعتها كمال درويش كان رئيس نادي الزمالك، واللعيب جاي لهم، اللعيب هو اللي جاي برجله، هو اللي عارض نفسه على الزمالك. لا في ناس في وسطه في الموضوع. بس اللعيب جاي لك برجله، اوكي، مش عارض نفسه. في ناس بتقرب وجهات النظر، بس هو حسام لما جه برجله، محدش حطه في شوال. لا ما اتخطفش يعني. صحيح. وجه وقعد ومضى. طب ليه ما اتفعلش العقد ده؟ ما هو ما خدش فلوس. انت ما خدتش فلوس ساعتها، ما خدش فلوس، بس مضى يوم ايه؟ انا بديك الواقع اهو بالتاريخ. يوم وفاة ذكرى، يوم اللي ذكرى اتقتلت فيه. ذكرى كانت ساكنه فين؟ في محيط الدقي والمهندسين. وهو لما مضى فين؟ في محيط الدقي والمهندسين. عشان كده احنا بلغه الصحافه احنا كتبناها كده ساعتها، ليله مقتل ذكرى. ماشي، عشان بس نوثق التاريخ. اوكي ماشي. فبيقول لك ان هو ده. بعد كده راح الوحده السعودي، رجع في كلامه. الزمالك قال له طب تمام ماشي، مش عايز تلعب عندنا خلاص، ما هو ما خدش فلوس، ما لهاش لازمه. في كاف في الاول والاخر عاد ما راحش اتحاد الكوره عشان يتوثق، هو راح لعب في الوحده السعودي. وبعد كده بطل اصاباته كتير، وبعد كده بقى كادر مهم في الاهلي.